غير زير معايا داك الراس وكبر الشاشه وحل معايا ودنيك مزيان باش تفهم الدرس اللي بديناه من اغتيال ولي عهد النمسا من طرف الطالب وسقوط الوالدين الصربي نشرحوا الحرب العالميه الاولى. فشنو هما اسباب الحرب العالميه الاولى وشنو هما المراحل والخصائص والنتائج ديال الحرب العالميه الاولى؟ غنبداو بالاسباب واللي غنقسموها المباشره وغير المباشره. فالغير المباشره هو انه توتر العلاقات بين الدول الكبار اللي كتظل تستعمر في الدول الفقيره بسبب التنافس التجاري. هذا الشيء غيخليهم يتسابقوا نحو التسلح وغيزيدوا السلاح على الاسلحه اللي كانوا عندهم اصلا ديجا، وكل واحد غيدير صحابه واللي يحاميو عليه باش الا نط اي حرب يلقى كل واحد صاحبه على من يتكا، يعني كان كلشي مستعد للحرب. وغيدار التحالف الثلاثي او اللي كنسميه بدول المركز واللي كانت فيه المانيا النمسا المجر والامبراطوريه العثمانيه. موراها غيدار الوفاق الثلاثي او لا الحلفاء واللي فيهم بريطانيا فرنسا والروس، يعني كل واحد كيقول الاخر جي الدين نشربك القهوه. ولكن القطره اللي خلات الكاس يفيض هو اغتيال ولي عهد النمسا من طرف طالب صربي، وبالضبط في سراييفو في 1914. والنمسا سخطات وفرضت عقوبات على صربيا، وصربيا بطبيعه الحال رفضت هذه العقوبات. ايوا تما غتنوض الحرب بين الوفاق الثلاثي والتحالف الثلاثي. وحيت صربيا عجيرة روسيا، يعني روسيا غتعاون صربيا هي وفرنسا وبريطانيا. وشكون اللي غيعاون النمسا في نظرك؟ بطبيعه الحال الماكينات الالمانيه. ايوا يا خوتي شبكات وبدات الحرب العالميه الاولى. المرحلة الأولى ما بين 1914 حتى 1917 بدأت باغتيال ولي عهد النمسا كيف ما قلنا، وكانت ألمانيا وصحابتها ديما رابحين في أغلب المعارك وبكلوا العصا لدول الوفاق خصوصا روسيا. وألمانيا بقوش ما مجهدة اللي جا قدامها كتشتتو، من بينها سفن بحرية ما عندهاش أصلا علاقة بالحرب. ايوا تما غتشتت السفن ديال الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أصلا ما دخلش في الحرب. وغتسالي المرحله الاولى وغتبدا المرحله الثانيه اللي فيها غير عام من 1917 حتى 1918. غتبدا بخروج روسيا اللي كلات العصا مزيان عند المانيا. ومن بين الاسباب الاخرى اللي خلات روسيا تخرج وهو انها كانت ناط عندها الثوره البولشوفيه، وغترجع لها الدرس وغتفهم مزيان. ايوا مني خرجت روسيا شكون غيرمبلاسيها في نظرك؟ الولايات المتحده الامريكيه. اش داك المانيا تقيسيها؟ ولاو دول الوفاق الثلاثي او الحلفاء كيرجعوا الشرف ديالهم وكيخليو ضربوا الالمانيا والنمسا والامبراطوريه العثمانيه، يعني غينقلب ميزان القوى لصالح دول الوفاق. وفعلا انتصروا دول الوفاق بزعامه الوحش الامريكي واستسلموا للدول ديال المركز، وتسالات الحرب العالميه الاولى في 1918. نحن الموتى منذ أيام قليلة كنا نعيش ونشعر بالفجر ونشاهد غروب الشمس المتوهج. أحببنا وكنا محبوبين، والآن نستلقي أمواتا في حقول فلاندرز. غير هو هاد الحرب ماشي كالحروب اللي دازو في التاريخ البشري، وكان عندها خصائص مختلفه. من بينها طول مده الحرب واللي كانت طويله، المده ديالها كانت 4 سنين ومشاركين فيها بزاف ديال الدول، والخساره الكبيره البشريه والاقتصاديه. وتستعملوا وسائل متطوره بحال الدبابات والغواصات والطيارات. وبسبب هاد الالات المتطوره كانوا عندنا اكثر من عشرات المليون قتيل، وكانوا تجرحى ومعطوبين، وكاين كاع اللي تودروا ما لقاوش واللي كنسميهم بالمفقودين. اما اقتصاديا وماليا تدمروا المدن والبنيات التحتيه وتخربوا المنشآت الاقتصاديه اللي تقاتلت اوروبا باش تطلعهم. دابا ما بقات حتى حاجه وطاح الاقتصاد ديال العملاق الاوروبي اللي كان هو الكل في الكل وكان مسيطر على الاقتصاد. وطلعت واستفدت الولايات المتحده الامريكيه واليابان ولاو قوى اقتصاديه. اما سياسيا فتعقدوا معاهده الصلح واللي كانت قاسيه على الدول اللي خسروا، وتفرضت معاهده فيرساي على المانيا والصفر على العثمانيين وتريانون وسان جيرمان على النمسا المجر. وتاسست عصبه الامم باش تنصر السلم العالمي، وما غيطولش هذا السلم حيت الزعيم أودولف هتلر عنده رأي آخر. خلاصة القول نتلاقاو في الحرب العالمية الثانية.